بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هنعمل حاجة محترمة كويسة. كوباية لبن دافية مع معلقة كبيرة من السكر مع معلقة صغيرة من الملح، كيس خميرة فورية. نقلب الكلام ده كويس أوي على معلقتين من الزيت العادي، وننزل بنص كيلو دقيق منخول عليها، ونلم العجينة بتاعتنا. نعجن في العجينة بتاعتنا هتلزق معانا، بس مع كتر العجن هتنعم معانا تبقى كويسة. هننزل عليهم بمعلقة ونص من السمنة السايلة درجة حرارة الغرفة، مش مجمدة ولا سايلة ولا متسيحة. هنلم بقى العجينة بتاعتنا لحد ما تنعم في ايدينا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نغطيها لحد ما تهدى معانا شوية، واقدر اكورها 12 كورة. انا عايز 12 كورة. ليه بقى؟ هقول لحضراتكم 12 كورة ليه. عايز 12 كورة بالحجم دوت. ادي كده ال 12 كورة معانا. نبدأ بقى نفرد الكور على شكل قرصة صغيرة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبدأ بقى نحط سجق متشوح وجبنة فلفل زيتون وجبنة موزاريلا، ونبدأ نقفل الكورة بتاعتنا. وأقولكوا تعالى نحطها فين. هنحطها في قوالب الكب كيك. هنعمل 12 كورة بالشكل ده كده حضراتكم. معنا بيضاية مع شوية خل مع شوية فلفل أسمر، ندهن الوش بيهم. وكمان هنزين الوجه بتاعنا بحبة البركة والسمسم على الوش. ادي حبة البركة قدامكم، ونحط السمسم بتاعنا ونسيب الكلام ده يخمر لمدة ربع ساعة. بقية العجينة نعمل بيها ايه؟ تعالوا اقول لكم نعمل بيها ايه. هنجيب كورة كبيرة بقى شوية ونعملها بحجم رغيف العيش. حجم رغيف العيش. هنحط بقى فيه، هنحط فيها الحاجات التانية دي دلوقتي اقول لك عليها. هنحط فيها، هنجيب صباعين من السجق مع شرايح الجبنة الشيدر مع الفلفل الأخضر مع الزيتون مع رشة جبنة رومي مع موزاريلا، ونقفل الرغيف دوت كشكل الحواوشي. ومش حواوشي، ورغيف أو فطيرة محشية بالسجق، جميلة جدا طعمها روعة. خلاص كده قفلناها. هندهن الوش بتاعها برضو بنفس الحاجة اللي احنا عملناها. هنرش عليها حبة البركة والسمسم، ويدخل الكلام ده الفرن 200 درجة حرارة لمدة ربع ساعة. مش هتزيد عن ربع ساعة، لأن كل حاجة في داخل العيش مستوية. ادي الجمال، ادي الروعة، ادي الطراوة. طرية جدا وهشة جدا، مفيدة. العناصر الغذائية بتاعتها جميلة جدا. ادي المنظر قدام حضراتكم. وهنفتح واحدة نوريها لحضراتكم من الداخل عاملة ازاي. طرية. ادي المنظر من الداخل، بسم الله ما شاء الله. ونشوف بقى العيش بتاعنا اللي احنا عملناه برضو. ادي الجمال، ادي الروعة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.